2024 اي واحد مشى فتح حساب في البنكه ضروري داك الموظف ولا داك المدير تيقول لك حمل الابليكاسيون، حيت من خلالها غادي يمكن لك ترسل الاموال وتستقبل الاموال وجميع المعاملات غتلقاها في الابليكاسيون. اما الناس اللي كيديروا التجاره الالكترونيه او كنتي باغي دير التجاره الالكترونيه التسويق الرقمي يعني العمل على الانترنت بصفه عامه، فضروري خاصك تتبع هذا الفيديو من الاول حتى التالي باش تفعل انت التطبيق ديال السياش بنك، وهكا جميع المعاملات ديالك غادي يكونوا من خلال الهاتف فقط. هادشي علاش بغيت نشارك معكم اليوم كيفاش نفعلوا هذه الابليكاسيون باش منها نبقاو نصيفطوا الاموال ونستقبلوا الاموال، وكذلك ندخلوا ونشوفوا شحال عندنا في الرصيد ديالنا، شحال خرجنا، شحال دخلنا، يعني جميع المعاملات ديالك كامله من هذه الابليكاسيون. كذلك الا بغيت نخلص الضوء ولا الماء ولا الهاتف ولا مثلا الطيران ولا اي حاجه من خلال هذه الابليكاسيون، حيت الاغلبيه ما كيفعلوش الابليكاسيون على الهاتف، وهنا الا بغاو يفيرسيو الفلوس او لا يستقبلوا الفلوس ولا يعرفوا الكونت ديالهم شنو فيه فراه خاصهم يتنقلوا حتى للوكاله. فلهذا الاخوان غندوزو دابا ونشرح لكم كيفاش نفعلوا الابليكاسيون ديال السياش بنك من الالف الى الياء، وهكا يمكننا نتحكموا في الاموال ديالنا غير من خلال الهاتف. بالنسبه للاخوان اللي كيفكروا شكون هو احسن بنك فراه هو السياش بنك، لانه كيدعم بزاف ديال الطرق المدفوعه اونلاين. هنا كما كتشوفوا منين غتفتح الحساب وتجي باش دير تفعيل التطبيق ضروري تطبق هذه الخطوات اللي غادي نوريك انا في هذا الفيديو. هنا كتجي جوجل بلاي كما كتشوف، انا هنا كتبت السياش بنك موبيل، غتكتبوا انت، انا راني حملته باش ما نطولش عليكم هذيك المده اللي كيتحمل فيها التطبيق. هنا الاخوان باش غنفعلوا التطبيق من بعد ما كنثبتوه على الهاتف، هنا كنديروا اوفغير كما كتشوف. هنا راه كيطلب منا كما اللغه العربيه ولا الفرنسيه ولا انجليش اسبانيا، هادو هما اللغات اللي كيدعم هنايا هذا التطبيق ديال السياش بنك. هنا كندير انا العربيه غادي نختارها، وهنا الاخوان كيجيب لنا جوج، اما نسجل الدخول للحساب ديالي، واما هنا افعل حسابي، واما افتح حساب جديد. بالنسبه للناس اللي بغات تفتح حساب جديد اونلاين، انا فاتح حساب في البنكه بالنمره ديال التليفون وعندي يعني الريب ديالي وعندي الايبان ديالي سويفت كود. هنا غادي نختار افعل حسابي، كنبرك عليها بهذا الشكل. هنا الاخوان ركزوا معايا مزيان، هنا كيجيب لنا 4 ديال لي طاب، هاد لي طاب هادو راه ساهلين التعامل معاهم. كاين بزاف ديال الاخوان كيوحلوا كيفاش يفعلوا التطبيق ديال الحساب ديالهم. هنا كما كتشوفوا اول حاجه كيطلب منا هنا الحساب اللي هو 16 رقم، ما ندخلوش 24 الريب، ندخلوا غير 16 رقم رقم الحساب. هنا رقم الهاتف اللي عطيناهم في لاجونس ديال البنكه، وهنا بعد ما دخلت رقم الحساب ورقم الهاتف اللي عطيتهم في الوكاله، هنا كنضغط التالي. كما كتشوفوا هنايا غادي يجينا واحد الرمز سري اللي من خلاله غادي نسجلوا الدخول هنا للتطبيق. كما كتشوفوا رقم الهاتف راه كاين هنا في التليفون، فالرقم السري دخل بشكل تلقائي. هنا ما كندير حتى حاجه، هنا فقط كنجي وكنضغط التالي مره اخرى غيدوزني للبارطيه الثالثه. هنا تيقول لك اختار كلمه السر، وغتعاود تاكد كلمه السر كما كتشوفوا نختاروها هنا ونعاودوا ناكدوها هنايا. وهنا الاخوان كما كتشوفوا انا اختاريت كلمه السر وكنعاود ناكدها. هنا كما كتشوفوا كنضغط عاوتاني التالي. دابا غيديني المرحله الرابعه اللي غادي يقول لي اختار مثلا واحد السؤال وانا نجاوب عليه. مثلا هنا راه كيجيب لك السؤال بشكل تلقائي، اولا كنبرك على هاد المربعات هنايا وكنختار هنا السؤال افضل معلم، مثلا مكان ازدياد امي، افضل صديق الطفوله، معلم المفضل، شخصيه تاريخيه مفضله، الرياضه المفضله، الكتاب المفضل. انت هنا كدير اللي بغيتي، وهنا كدير جواب السميه ديال المعلم ولا رياضي ولا كتاب ولا اي حاجه، هنا كديرها وتعقل عليها اذا في ورقه وستيلو باش تهني راسك. وهنا فاش كنساليو كنديروا التاكيد كما كتشوفوا هنا بهذا الشكل هذا، ودابا راه غيتفتح الحساب بشكل تلقائي. تم تفعيل حسابك بنجاح. راه هاد الخطوات اللي طبقت معكم الاخوان ساهلين، هنا فقط غتتبعهم بالحرف كما انا درت في هذا الفيديو. هو دابا غيدينا الابليكاسيون ديالنا. هنا كما كتشوفوا غادي يجيبك لهنا غدير تسجيل الدخول للحساب، وهنا الاخوان كيجيب لنا باش ندخلوا كلمه المرور، وهنا الفوق غادي ندخلوا هنا كما كتشوفوا هنا غندخلوا 6 ولا 7 ديال الارقام اللي كاينين في الحساب ديالنا، اللي كاين في الحساب ماشي الريب. هنا غنضغطوا على هذه علامه الاستفهام هنا كما كتشوفوا هذه برك عليها هكا، غيعطيك بان 3 الارقام الاولى اللي عندنا في الريب ما ندخلوهمش، 3 الثانيين ما ندخلوهمش، غندخلوا 1 2 3 4 5 6 7 الارقام. هنا غتدخل 7 ديال الارقام اللي عندك في الحساب البنكي، وهنا كلمه المرور اللي درناها. وهنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما دخلنا 7 ديال الارقام الفوق هنا كما كتشوفوهم ودخلنا كلمه السر، هنا كنديروا الولوج كنبركو هكا على الولوج. ها هي كما كتشوفوا هو دابا هنايا فتح معنا هنا كما كتشوفوا التطبيق، ولكن راه غادي يصيفط لنا واحد الكود هو دخل بشكل تلقائي. يعني الا كان عندك رقم الهاتف اللي عطيتيهم في الوكاله هنا في التليفون اللي غتفتح به يعني التطبيق ديال السياش بنك ما غتلقاش مشكل. ها هو جا الكود ودخل هنايا راسو كما كتشوفوا. هنا كنديروا فاليدي هنا كما كنضغطوا عليها بهذا الشكل. وهنا الاخوان واحد القضيه راها مهمه هنايا، هادو 4 الارقام اللي غتختاروهم راه هما اللي غتبقاو دائما فيما ديروا شي عمليه غيطلبها لكم. هنايا انا غادي ندخلهم وغنعاود ناكدهم. كما كتشوفوا الاخوان انا دخلت هذوك 4 ديال الارقام، وهادو هما لي كود اللي غادي نبقى دائما ندير بهم العمليات غيطلبهم مني. هنا كندير فاليدي هنا لتحت كما كتشوفوا، هي كندير هنايا فاليدي
كما كتشوفوا الاخوان حنا فتحنا التطبيق ديالنا بكل سهوله من بعد ما كندخلوا هاد لي كود التالي 4 وكتبقى عاقل عليهم بطبيعه الحال. هنا يمكن لك تبرك على الاعدادات كما كتشوفوا الفوق، وهنا يمكن لنا نختاروا اللغه. هنا كما كتشوفوا هي هنا اللغه، نختار انا اللغه، واللي كيفهم العربيه ديال العربيه واللي كيفهم يعني فرونسي ديال الفرونسي. انا هنا اختاريت العربيه كندير كونفيرمي. تم تعديل البيانات الشخصيه بنجاح. ولا طبقتي هذا الشيء بالحرف راه يمكن لك تستافد من التطبيق، وبزاف ديال المميزات غنبقى نشرحها لكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه. الا عندك اي استفسار خلي لي تعليق. كما شفتوا الاخوان من خلال التفعيل ديال الابليكاسيون ديال سياش بنك يمكن لك ترسل الاموال ولا تستقبل الاموال، ويعني وتطلع على جميع المعاملات من خلال الابليكاسيون اللي انت مفعلها في الهاتف ديالك. الا وصلتي حتى لهنا ما تنساش دير لنا لي لايك وخلينا الراي ديالك وخلينا واحد الاشتراك في القناه الا كنت جديد. تحيه لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.